زيزو بين مطرقة الإدارة وسندان الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة ملوك ميت عقبة وصفحة ملوك ميت عقبة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية خلينا نتفق واحنا بنتكلم ان مفيش لاعب اهم من نادي الزمالك، ولا في لاعب ليه فضل على الزمالك، ولا في لاعب يعني هيتفضل بالنسبة لي او بالنسبة طبعا لمعظم الجمهور او اغلب الجمهور اللي بيشجع النادي من كل قلبه هيكون اهم من نادي الزمالك. وكمان خلينا نتفق اللي انا ما عنديش مشكلة انك تنتقد او تشوف زيزو بيأدي بشكل سيء خلال الفترة الأخيرة، وده أمر طبيعي بالنسبة للاعب كرة القدم. خليني طالع اتكلم النهاردة هي قصة ان انا سمعت اصوات بتقول يلا نمشي زيزو، او مدغور يا زيزو، او بتعمل ايه اللي طالب 100 مليون و80 مليون، والكلام اللي بيتقال في الميديا طبعا. وكمان في شوية يعني بعض الجماهير قالوا في الماتش اللي فات روح يا زيزو. ودي هي الامور اللي خلتني اطلع اتكلم بسببها. كنت عملت لكم حلقه قبل كده واتكلمت عن ارقام زيزو ودور زيزو واللي قدمه خلال الخمس سنوات داخل الزمالك وال86 هدف وسادس الهدافين التاريخيين وكل القصه اللي اتكلمنا عليها عن زيزو. لكن النهارده انا هكلمك من بعد تاني خالص وبشكل تاني خالص. اول حاجه هنتكلم في حاجه بسيطه في الماتش اللي فات، ماتش بتروجيت اللي الزمالك اتعادل فيه 1-1. ورغم ان زيزو كان ممكن يكسبنا الماتش ده، ضيع 3 اهداف منهم واحده في العارضه، واحده في حلق الجون، والكوره اللي جابها في الشبكه من بره. دول 3 فرص كانوا كافلين يخلوا الزمالك يكسب طبعا، غير اللي الحكم عمله، غير فرصه عبد الله وفرصه الونش. لكن لما تيجي تبص في الماتش حرفيا وانت هادي كده وانت بتحلل الماتش او انت بتتفرج عليه في الاعاده، هتلاقي ان زيزو كان احسن لاعب في الماتش. زيزو هو اللاعب الوحيد اللي كان بيظهر عشان ياخد الكوره، كان بيتحرك يمين وشمال، كان بيبقى جوه البوكس. زيزو مع كل المدربين في الوقت اللي انت عايزه في مكان ما كنت بتلاقيه. مع كارتيرون لما كنت بتقول له العب لعيب خط وينج خط عشان تعمل عرضيه، فكان بيلعبها بشكل كويس. مع فريرا لما لعب في 3-4-3 وكان مطلوب منه يضم للعمق اكتر ويشتغل عشان يسيب المساحه للباك، كان بيشتغلها كويس. مع جوميز والادوار المركبه ان هو يخش للعمق ويعمل البوكس ميدفيلد بتاعت نص الملعب، او يروح للطرف، او يخش جوه ال 18 يعمل زياده عدديه، ده كان بيعملها كويس. لما جه بيسيرو واول ماتش ليه كلنا شفنا ماتش بتروجيت، الراجل بيلعب 4-3-3، المفروض الباكات بتبقى واخده الطرف والاثنين وينجات بيبقوا انسايد او بيلعبوا في العمق اكتر وبيبقوا موجودين داخل ال 18. مين الوينج اللي كان بيعملها؟ هو زيزو، لانه لعيب عقليته متركبه كويس ومتعلم كويس الكوره بتتلعب ازاي، وعنده القدره التكتيكيه اللي هو ينفذ شغل المدرب. فزيزو كان هو اللي داخل البوكس ضيع 3 فرص حضرتك بتكلمك عليهم. مش بتكلم اللي هو ضيعهم لانه واضح ان هو بيضيعهم ده سوء مستوى او عدم تركيز او نفسيه مش مظبوطه، لان زيزو في العادي لو ضيع 2 هيجيب الثالثه من ال3 الموجودين. فهنا الامر اللي بيقول لي امشي يا زيزو يعني حاجه مضايقه الواحد جدا. هو سوء مستوى واضح جدا، لكن مش بجمله الايام تيجي تقول له امشي يا زيزو. مش على مجمل اعماله او على فتره صغيره تقدر تحاسب لاعب. ويا جماعة الخير، احنا طالعين من دوري فريرة 2022 2023 بنقول فرقة الزمالك فيها 4 لعيبة تبني عليهم: زيزو، فتوح، الونش، امام عاشور. واحد مشي، التاني اتصاب اصابتين كبار جدا او 3 وحاليا ما جابش مستواه. فتوح دخل في مشاكل كبيرة ومبقاش برضه هو اللاعب اللي بتعتمد عليه في نادي الزمالك. مفيش لاعب دخل على الفرقه من الوقت ده باستثناء حسام عبد المجيد اللي جاب مستوى الموسم ده، ودخول عبد الله اللي هو عنده 40 سنه. فانت مش معقول اللاعب اللي بتبني عليه والفرده الوحيده اللي موجوده من الجيل اللي كان بيجيب للزمالك بطولات، واللي دخل في مرحله ان هو يبقى كابتن من كباتن النادي، واللي انت كمان شهرته وعليته تكتيكيا واثقلت مهاراته وموهبته واديته خبرات ووديته المنتخب، تقول له امشي؟ بقول لك كده ليه؟ لان الاداره اللي مستسهله وسابت العروض بتاعت يناير 2024 وصيف 24 ويناير الحالي
ما قدرتش تجدد ليه، وهي المشكله الاكبر عندها مش عند اللاعب لم يهيأ نفسيا بشكل كويس ان هو يكون في نادي الزمالك. اللاعب بيلعب مع مجموعه، انت بتلوم على زيزو عشان هو السوبر ستار او هو الستار بتاع الفرقه، لكن زيزو لو كسبك ماتش بتروجيت هل هيكسبك الاهلي؟ هل هيكسبك اللي بعده؟ مفيش لاعب بيلعب لوحده، مفيش. اللاعب والمدرب عبارة عن أدوات بتكمل بعض، إدارة بتوفر استقرار ومناخ ومرتب وكل الأمور دي، مدرب بيعمل تكتيك وشغل فني، لعيبة في الملعب بتنفذ. مين في الزمالك عنده يعني أنا عارف إن بتروجيت أو فاركو أو الفرق دي مش فرق كبيرة اللي انت لازم تعمل قدامها كل ده، لكن في النهاية بالعقل وبالراحة كده، زيزو مش هيكسبك كل الماتشات. زيزو هيكسبك ماتش بتروجيت، هيكسبك ماتش فاركو، لكن مش هيقدر يكسبك دوري، مش هيقدر يكسبك بطولات كبيرة. ممكن يساهم في البطولات دي ويكون ليه دور فعال جدا، لكن ما تنتظرش من اللاعب ان هو كل موسم يعمل كده. هقول لك مثال صغير زيزو عمله، ما اظنش ان في لاعب بأداء فردي في مصر عمله قبل كده، والكلام ده انا قلته قبل كده في حلقة زيزو والارقام. زيزو في موسم 23 24 اللي هو كان من اسوأ مواسم الزمالك، اللي حصل فيه على المركز الثالث في الدوري، الزمالك كان مسجل 52 هدف في بطولة الدوري. زيزو سجل 13 وصنع 13، يعني بإجمالي 26 هدف، يعني 50% من أهداف الزمالك. ال 50% من الأهداف ودت الزمالك يلعب كونفدرالية، الكونفدرالية اللي زيزو ساهم فيها ب 11 هدف من أول ماتش لآخر ماتش في مرحلة المجموعات في الأدوار الإقصائية، لكن بمساهمة مؤثرة جدا جدا في النهائي قدام مع أحمد حمدي في ماتش القاهرة، وفي النهائي كمان في ماتش الذهاب مع نهضة بركان بتاع جون الجزيري بأسيستين. ساهموا بشكل كبير، او ليكن اللاعب الاول في فرقه الزمالك طبعا كان حمزه المسلوسي معاه وكل المجموعه وجوميز وبعض اللاعبين، لكن زيزو كان المؤثر الاول في بطوله الزمالك والحصول على الكونفدراليه. وديتك لايه الكونفدراليه؟ وديتك اللي انت رحت تلعب السوبر الافريقي اللي كسبته، اللي زيزو كان مؤثر فيه، رغم ان هو ما سجلش، لكن كان بيأدي دور عظيم دفاعيا وهجوميا وتكتيكيا في الملعب، لدرجة ان المعلقين كانوا بيقول مين بيدافع زيزو، مين بيهاجم زيزو، مين بيشجع زيزو، وكلنا فاكرين القصة دي اللي انت لسه محتفل بيها من 3-4 شهور كده. كنت لسه بتحتفل بالسوبر الافريقي. دخلنا موسم وميركاتو والتاني والتالت مع إدارة حالية وإدارة سابقة من موسم 22 23 ما جاش وينج او مهاجم يساعد زيزو في الناحيه اللي قدام، ما جاش لاعب يشيل الضغط من على زيزو، ما جاش لاعب يخلي زيزو بيلعب باريحيه. يعني شوف مستوى زيزو في وجود بن شرقي غير مستوى زيزو في وجود اي حد تاني لعيب كان شايل عنه الضغوط في الناحيه الاماميه. فسندان الجمهور لازم يبقى هو المكان اللي بيسند زيزو، اللي بيسند الزمالك. ما تمشيش مع الإدارة وتوجهها الفترة الأخيرة في نزول المرتبات أو بشروط الزمالك أو لأنك لو رحت بالقصة دي هتبقى بتساعد إن لعيب زي ده يمشي من نادي الزمالك. اللعيب اللي كان عنده فرصة 2 3 إنه يمشي ويروح للمنافس او يطلع على بره، ودي كانت امر واضح جدا واللاعب ما عملهاش، وقال انا عايز ابقى الهداف التاريخي لنادي الزمالك، وكل تصريحاته وكلامه، واظن ان كلامه صادق، لانه لعيبه كتير كانت بتتكلم زيه، لكن في اول فرصه جات لها راحت للمنافس او راحت على بره ورجعت على المنافس، وكلنا شايفين الاسماء. لكن زيزو جات له الفرصه والتانيه والتالته وما عملهاش. فزيزو بيشتري، لازم انت كمان تشتري. زيزو بيعمل اللي عليه في الملعب، لا قدر الله عنده سوء مستوى انتقده، اتكلم عليه، لكن ما تقولش امشي، وساعد الاداره ان هي تفرغ الفرقه من كل اسم كبير او كويس داخل الزمالك. خلصنا كلام عن زيزو. ان شاء الله الفتره الجايه بقى نتكلم عن ماتش الزمالك والاهلي، اربع خميس جمعه نعمل لكم 3 حلقات عن كل حاجه تخص الماتش ده. بشكركم وبشكر كل اللي هيتفرج عليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.